السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مريم والنهاردة هنتكلم عن ترندات خطيرة بتأثر على أطفالنا من غير ما نحس. مش هنقعد نتأسف على الوضع، هنعرف المشكلة وهنقدم حلول. اتفضلوا معايا. الطفل اللي بيقعد 8 ساعات قدام الشاشة مش عيب، ده إدمان. ممكن نعمل جدول زمني ساعة بس يلعب يوميا، نشاطات بدنية زي الرياضة أو الرسم أو الرحلات. أنا وأهلي بنلعب مع بعض بدون الموبايل. الموبايل مش عدوك، استخدمه بذكاء. التحديات دي مش مضحكة، ممكن تسبب مشاكل صحية. ليه بننسى ان عقلهم لسه بيتكون؟ الطفل بيتبع الترند عشان يكون مقبول بين صحابه. دور الأهل التوعية بدون توبيخ. هنحميهم ازاي؟ اعرفوا التطبيقات اللي بيستخدموها، اشرح لهم خطر التحديات بفيديوهات واقعية. خليكم انتوا ترند. اعملوا تحدي العيلة، مين هيصلي الفروض الأول، مين هيلتزم بصدقة شهريا. خليك الترند الإيجابي لولادك. الطفل اللي بيقول أنا مش عايزة أذاكر مش كسول، ده منهك. النتيجة اكتئاب وكره للتعليم وضياع الأحلام. المدارس لازم تدي مساحة للإبداع. الأهل اسألوا ولادكوا عايز تبقى ايه في المستقبل، بدل ما تقوله أنا عايزك تجيب نتيجة في الثانوية العامة، أنا عايزك تدخل كلية القمة. بلاش جملة مستقبلك هو مجموعك. مفيش عيب في التعليم الفني، المهنيين دول أبطال المستقبل. لو عندكم تجربة ناجحة مع أولادكم شاركونا في التعليقات. وآخر حاجة، خليكم صحاب لأولادكم قبل ما يدوروا على صحاب في العالم الافتراضي. انت البطل اللي ولادك محتاجينه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشاركوه مع اصحابكم.